هنتكلم النهارده عن حاجة ناس كتير بتسألنا عنها، هي جلسات نحت القوام. احنا هنبتدي بجهاز الموست كومن الموجود في الأماكن بتاعتنا، هو الجهاز الكافيتيشن. ده بيبقى بيتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى هي موجات صوتية قوية جدا بتفتت الدهون، والمرحلة الثانية راديو فريكوانسي برضو بتساعد على إزالة السليوليت. المرحلة الثالثة هي الفاكيوم، هي لشد الترهلات، وأخيرا الليزر وهو لصرف الدهون خارج الجسم عن طريق الغدد الليمفاوية. النتائج بتختلف من جهاز لجهاز طبعا، لأن مش كل الأجهزة بنفس القوة، وبتختلف برضو من مركز للتاني، لأن في مراكز غير متخصصة بتبتدي توفر الأجهزة دي وهي مش على درايه كامله بكل المراحل وطريقه التشغيل. وطبعا في ناس كتير بتجيلنا بتقول لنا احنا عملنا الاجهزه دي ومفيش نتيجه، وده حاجه غلط جدا، لان الجهاز ده جهاز من الاحدث الاجهزه، والنتائج مبهره جدا بتبان من تاني جلسه او تالت جلسه بالكتير. من طرق تفتيت الدهون برضو هي ابر الميزوثيرابي، وهي عباره عن مواد لتفتيت الدهون بتتحقن موضعي للاماكن اللي ما بتنزلش، ودي بتجيب نتائج ممتازه خصوصا للناس اللي ثبتت في الوزن ومش بتنزل. وبالنسبه للناس اللي هي ما بتعرفش تمارس الرياضه ومش عارفه تجيب نتائج اكتر من اللي هي وصلت لها، احنا بنتجه لطرق تفتيت الدهون زي الابر الميزوثيرابي اللي احنا ذكرناها. والابر دي بتجيب نتائج بس مش في الميزان، بتبتدي تجيب نتائج في تنسيق القوام وفي المقاسات، خصوصا الاماكن اللي ما بتنزلش. يعني مثلا حد بينزل من جميع جسمه ما عدا بطنه، او مثلا ما عدا دراعاته او الارداف، او في اماكن في ظهره ما بتنزلش، فبنستخدم الابر الميزوثيرابي دي، وهي امنه خالص وبتجيب نتائج مذهله بدون اي جراحه وبدون اي اعراض جانبيه. وطبعا حاجه زي كده ما ينفعش يعملها حد غير متخصص لضمان النتيجه وبرده لتجنب السلبيات. هنتظركم ان شاء الله في عيادات هيلث كير. معاكم دكتور احمد يحيى، اخصائي التغذيه العلاجيه.